زي ما عملنا أليكسا من الصفر، النهارده هنبتدي رحلة هوم اسيستنت من الصفر. بس لازم تعرفوا الحدوتة اللي خلتنا نعمل القصة دي. قاعد عمال بتكلم على هوم اسيستنت في الشغل، واحد من زمايلي اسمه باسل قال لي بقول لك ايه، انا بحب موضوع السمارت هوم وعايز ابتدي هوم اسيستنت، بس خايف ابتدي الموضوع لوحدي. قلت له ما تقلقش يا معلم، انا في ظهرك وهاخده خطوة بخطوة وانتوا هتقعدوا تتفرجوا. الموضوع ده هينزل على حلقتين، فسبسكرايب علشان ما يفوتكش الحلقة الجاية، ويلا بينا نساعد باسل. اول هام، ازيك يا عم باسل؟ يا هلا تمام الحمد لله. انا قارفكم في الشغل وعمال بزن على هوم اسيستنت وعمال اللي هو جو السمارت هوم، وهجننكم معايا الفتره اللي جايه. بس انا بجد يعني I am curious من بره اي حاجه. انت ايه اصلا؟ ليه حابب تطلع طلعه السمارت هوم؟ او ليه يعني انت من اوائل الناس اللي حكيت لي على سويتش بوت اصلا، وانت مركب مواتير الستاير عندك في البيت آه، وكده. انت ليه اصلا موضوع السمارت هوم في دماغك بقاله فتره؟ هلا انا فعليا عمي ابو مرتي. مم. هو كثير عنده هوس بالسمارت هوم فكان دائما هو بالاردن، فدائما يطلب مني شوف لي الديفايس هذا، شوف لي هذه في حل كذا، عندي سخان المي بدي اركب له سيركت بريكر بس يكون سمارت اتحكم فيه من اليكسا. فانا كوني شويه ملم في الموضوع وبعرف انا احبش وادور على الدنيا، بلاقي له اياه، اجيب له اياه وابعث له اياه على بعدين اوكي بدي كبسه الكراج او كبسه كبسها. فهنا جيت على موضوع السويتش بوت. طب مم. في كبسات، صار شو اجى هو عندي على دبي مره قبل كل هذا الكلام، شاف الامور سهله، توصي الدنيا بتجي لك على البيت وشيل يا معلم. وشيل يا معلم، حمل 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 اول مره، بعدين كل جاي انا علي على عمان اسمع بدي اوصيك طلبيه يلا جيب. فمن هون انا صار عندي الفضول. هلا انا من اول كنت عامل السمارت هوم، يعني مش عامل سمارت هوم، كنت حاطط مثلا اول شيء عملته هنا اللي هو كان حطيت على شجره الكريسماس كبسه، لانه كان مكانها رزل. اه، مش حينفع احط الكيبل كل مره وكل يوم وكذا، فقلت خلينا ما اجيب له شيء سمارت اتحكم فيه بالتليفون. من هنا بدات الحكايه. هي تبتدي كده، هي اللي هو تلاقي مشكلة لقيت لها حل وانت ايوه. قاعد على الكنبة من تليفونك، هوبا دوست الزرار، رجلك جت في الموضوع. 100%. فهاي اول شيء اجى شافه هو عندي، وبعديها قال لك ايش هذا، شو الاختراع، اوف يلا ايش هاي، طب جيب لي 5 هات لك 6. عارف كيف. بعدين شبكت على الاناره نفس البلاج السمارت بلاج، وكنت اتحكم فيهم من الجوجل هوم. يعني ما جبتش الكسا اياميتها، وكنت اه، اتحكم من الجوجل هوم بالاول على التويا، بعدين عرفت كيف تحولهم على الجوجل هوم اتحكم فيهم، بعدين شوي على الجوجل اسيستنت صرت تعطيهم فويس كوماندز. فكان الموضوع ستيل بدائي. هلا لما اكتشفت الهوم اسيستنت الصراحه كان مين اللي بالنسبه لي عرفك بيه؟ اللي عرفني فيه في واحد بحضره على اليوتيوب اسمه نتورك تشوك. نتورك تشاك، صح؟ نتورك. هو برضو اللي خلاني ابتدي. اه اسمع، يعني فتحت الفيديو تاعه انا قاعد هيك السهره سهران قاعد، فتحت الفيديو حضرت. يعني الموضوع كان جدا يعني انترستنج، انترستنج. كميه الكستمايزيشن والكوماندز تقدر تعطيها والautomation والسينز والدنيا. فحسيت الموضوع بحر، والكابابيلتيز تاعته يعني مش عاديه. ده حقيقي. فقلت بعد بفترة شوية شورت دماغي، قلت خليني أشوف. جبت البي لينك لغرض تاني، كنت مسافر الأردن عشان بدي تو أكسس الهارد ديسكات والدنيا بتاعتي من هون، فجبت البي لينك بس عشان ريموت أكسس. وبرضو على الهارد ديسكات حطيت سمارت سويتش عشان أقدر أطفيهم وأشغلهم عشان ما يضلوش شغالين على طول. فحطيت لهم سمارت سويتش، حتشوفه هلا يعني موجود لهلا. وبعديها اكتشفت انه ممكن انا انزل البيلينك على سوري انزل الهوم اسيستنت على البيلينك ثرو فيرتشوال ماشين، لانه ما بديش اضيع كل البيلينك الويندوز. بغرض انه بس يكون هوم اسيستنت. انا ام ستيل يوزنج البي سي يعني لاغراض ثانيه. فالهوم اسيستنت كان بجزء منه ثرو فيرتشوال ماشين، حطيته انه يكون ياخذ مثلا كم من جيجا رام، مثلا 2 جيجا رام، الفيديو ميموري 16 ميجا. ففيري بيسك سيت اب، ياخذ 2 كورز من السي بي يو، وهاي المينيمم ريكومنديشن اصلا من الهوم اسيستنت. بالظبط. فعملت هنا له. لا، لازم التنويه هنا هوت ان هو في 3 طرق علشان تعمل هوم اسيستنت.
يا اما هين قرشك ولا تهين نفسك وتروح تشتري الهوم اسيستنت جرين زي ما العبد الله عمل. ايوه. يا اما تسيت اب على راسبيري باي، بس ده مشكلته ان هو كل ما الاجهزه كترت الكمبيوتيشنال باور او القدره الحاسوبيه للجهاز ممكن بعد كده تتعبك قدام، او ان انت تجيب له ديديكيتد كمبيوتر شبه البي لينك تشيل من عليه الويندوز وتحط عليه هوم اسيستنت، او تمسك العصايه من النص زي ما عمنا باسل عامل. ايوه هي. حلو، بس انا جاي لك من المستقبل واقول لك يا اما هتيجي رجلك يا اما في هوم اسيستنت جرين، يا اما هتيجي رجلك في في اسمه ايه دوت في هوم اسيستنت باي، يعني راسبري باي او يلو فيري سون. لو ابتديت تكتر الاجهزه والكلام ده كله، جو ان هو يبقى فيرتشوال ماشين بتطفيه وتشغله، هتلاقي نفسك اللي هو ايه ده، انا دخلت الاوضه النور ما نورش ليه؟ الدنيا ماشيه ازاي؟ بالضبط بالضبط. يعني حيكون شوي البروسيسنج، مع انه الراسبيري باي اتس باورفul يعني. رز. هو حتى كان اول اوبشن لإلي لهدف انه انا كنت I wanted to get راسبيري باي just to fiddle around with. لا بس برضه انا عايز، حسيت انه البرفورمانس مش حيكون زي فول فليدج مش يعني. مش بس performance، لا هو كمان ال فكره الميموري بتاعته. يعني eventually، يعني انا البلان بتاعتي ان انا اعمل يعني الكاميرات اللي عندي اللي في البيت اخليها كلها تبقى بتسجل تاخد سكرين شوتس، يعني الفريجت والكلام ده كله على الراسبري باي is not that easy. تمام. فلو هتاخد يعني the sky is the limit زي ما بيقولوا، ان انت عايز تروح لاخر اللي ممكن الهوم اسيستنت يديهولك، راسبيري باي از ليميتنج الى حد ما. يس. وهي حلو. واحدة من الشغلات اللي انا ام لوكينج فور ستيل ما عملتهاش، لانه انا برضه ستيل ام اكسبلورينج بالهوم اسيستنت. يعني هو it's يعني بحر من الشغلات ومن الاوبشنز. فانا ام ستيل اكسبلورينج هاو، لانه انا بالكاميرات اللي عندي اول شيء في برايفسي كونسيرن، وهذه بتنحل بموضوع انه الهوم اسيستنت از لوكال. صح. وعندك your own if you want to access حتى virtually you have your own private VPN حتى انت تفوت على your home assistant من برا بيتك. فواحدة بالظبط. من الشغلات اللي هي الكام البيبي كام او السكيورتي كام اللي عندي بالليفينج روم، انا حاطط فيهم memory card. بس I was curious to know how to record through السمارت هوم، انه to record الفيديوز عليه وتستورت على الناس اللي عندي. this is something ما بعرف، يمكن out of this world، بس ممكن تنعمل. it can be done. it can be done. وايفنشولي يعني بص هقول لك على حاجه. انا اللي كنت بفكر فيه ان احنا ممكن يعني ناخدها واحده واحده ونشير experiences at the end of the day. يعني نمشي اول ما تفتح هوم اسيستنت ناخد كل المنيو ايتمز، نشوف ايه كل حاجه بتعمل ايه، اقول لك اللي انا وصلت له او اللي انا عارفه، وممكن وايه الحاجات اللي لازم تنزلها على هوم اسيستنت في الاول برضو. this is something important. ونشوف الكلام هياخدنا على فين، يعني الله اعلم. هلا انا عندي الامور اتس اول سيت ابس، انه اي رن الهوم اسيستنت كان رنت طبعا من السكرين من هنا، او اي كان اكسس ات برضه ثرو الاي بي ادرس. يعني اذا بتشوف هنا اخر شيء لما عمل اتس اب اند رانينج اعطاني اي بي ادرس، واي كان يوز هذا الاي بي ادرس تو جو اكسس الويب يو اي بيسكلي. فانا عامله هنا هايبر لينك that I can access. This is الهوم اسيستنت. حاجه بس انا عملتها وسهلت لي حاجات برضو وانا بسيت اب. اديته ستاتيك اي بي عشان ما يتغيرش كل شويه. ودي ليها طريقتين، يا اما انت تعمله من جوه اليوزر انترفيس التيرمينال بتاع هوم اسيستنت نفسه، تمام، او ان انت تعملها عن طريق الراوتر تثبت الاي بي ادرس بتاعه. اوكي. دي برضه علشان ما يفضلش الاي بي ادرس بتاعه يروح ويجي، فانت تعرف توصل له بسهوله. اوكي. بس هنا ثرو التيرمينال هنا كان سيت ات اب وله اكسس على الراوتر. يس. every single time it reboots it claims the same IP address. يعني كل مرة يشتغل يروح يمسك ال IP address اللي انت مبرمجه عليه وياخده لنفسه. بس لازم برضه تكون حاجزه من الراوتر سايد، لانه بالزبط. كان بالظبط ماخوذ من another device I think it will هتعمل نتورك كلاش. بالظبط. هيعمل كلاش تظبطها من ناحيتين 100%. فهاي I think it should be both ways. يعني انا I can't remember اذا انا عامله، لانه لهلا ما تغيرش عندي الاي بي. يبقى حياتك سعيدة. ما تغيرش. if it ain't broke why fix it. طيب بص يا سيدي، انت اكيد لاحظت بما انك شغال وحطيت شوية حاجات، الاوفر فيو داشبورد اللي فوق على الشمال دي
اي جهاز جديد انت بتضيفه بينزل فيها اوتوماتيك. امم. اوكي. الماب يعني انا مثلا مظبط المكتب ومظبط عامل تو زونز ايدنتيفايد فيها، الزون بتاعت المكتب والزون بتاعت البيت. ليه؟ لان اول ما بتحرك من المكتب في حاجات بتحصل في البيت عشان أنا اتحركت من المكتب. انت بتتحرك من المكتب. ايوه. تطلع. اوكي، فانت حاطط. هو التليفون بيديتكت ان انا سبت الزون بتاعت المكتب، لان هو لو انت نزلت الهوم اسيستنت ابلكيشن اه على تليفونك واديته اكسس للوكيشن سيرفيس، فهو بيبقى عارف انت فين. اه واكوردنجلي اول ما بتطلع من البيت مثلا، اول ما تبعد عن الزون بتاعت البيت، ممكن لو انت مركب سمارت لوك او اي حاجه البيت يقفل، اوكي. يطفي الانوار، يطفي التكييف لو بعدت بمسافه معينه، لو مسافر مثلا مش محتاج اصلا تفكر في الكلام ده. اه فدي حاجه ميزه الماب او ميزه الجيو لوكيشن في القصه دي. اوكي حلو. لوج بوك دوت بيقول لك كل الايفنتس اللي حصلت، يعني لو دخلت على لوج بوك اوكي. بيقول لك كل يعني اي اوتوميشن جوت تريجرد، يعني هتلاقي مثلا سكند بيدروم لايت تيرند اون، اه تشينج تو ايدل، كل حاجه بتحصل. لو انت عايز تعرف مثلا هو ايه اللي حصل في اوتوميشن معينه ليه اشتغلت، تمام، فيو كان تراك اخر مره اشتغلت امتى من اللوج بوك ده. انا هذه مش عارفها. انا بصحى الصبح كل يوم بلاقي عندي LED بلاقيها شغال. ممكن تكون انت عامل اوتوميشنز ولا يا لسه؟ اما يا اما عاملها اوتوميشن من الهوم اسيستنت، يا اما عاملها اوتوميشن من الاكزيستنج ابلكيشن التويا. فهذه آه، اعمل تشيك. هنبص عليها عادي جدا. ماشي. بعد كده ديفلوبر تولز هنجي لها في استفاضه، بس هي اللانجوج اللي هو شبه البايثون والكلام ده بتاع هوم اسيستنت هو يعمل، فانت دي الكونفيجريشنز اند ايفريثينج، الستيتس والاكشنز والتمبلت. هنيجي للطلعه دي كمان شويه، بس خش كده على سيتنجز لان دي اكتر حاجه انت غالبا هتستخدمها في هوم اسيستنت. امم. سيتنجز عندك هوم اسيستنت كلاود، ده اللي هو نابو كاسا اللي عاملين هوم اسيستنت بيدوك كلاود سيرفيس غير الورك اراوند اللي انت عامله. يعني you basically create an account وتدفع لهم some sort of a subscription، اه بيدوك البيلت ان هوم اسيستنت كلاود سيرفيس. ديفايسز اند سيرفيسز اعتقد دي اكتر حاجه انت تعاملت معاها، تمام، 100%. لان انت اول ما بتخش بتيجي على هنا اهوت وبتلاقي كل الديفايسز بتاعتك، ولو في حاجه جديده بتظهر المفروض اوتوماتيكلي از لونج از ان هوم اسيستنت موجود على النتورك بتاعتك. عندك ايه بقى دي الانتجريشنز، لو انت عايز تزود اي نوع من انواع الانتجريشن بتدوس على اد انتجريشنز اللي تحت على اليمين، اه ودي لستة الحاجات اللي كومباتبل. في كمية يعني انتجريشنز كبيرة. مرعبه تقريبا according to their website بيتكلموا في اكتر من 2000 وشويه. اوف. اه حلو. تمام. جميل. ديفايسز هي كل الديفايسز اللي موجوده عندك اللي اوريدي شابكه. امم. لو رحت على مثلا خلينا نبص كده، بص على الوول على LED اللي انت بتتكلم عليه، سيرش في ال 36 ديفايس اللي عندك دول اه على LED وتدوس عليه. الاوتوميشن مش موجوده جوه هوم اسيستنت، لان لما بتدوس على اي ديفايس هوم اسيستنت بيطلع لك ديفايس انفو، الكنترولز بتاعته، السنسورز اللي ممكن تستخدم الديفايس فيه، هتلاقي كارنت وباور وفولتج، واي اوتوميشن انت مدخل الديفايس فيه ثرو هوم اسيستنت المفروض يظهر لك هنا. نفس الكلام في السينز والسكريبتس. فغالبا LED ده بينور عشان انت في حاجه عاملها في الابلكيشن التاني. 100% بتخيل هيك. اوكي. تمام. ارجع تاني، دوس على الارو بتاع باك. الديفايس هو الجهاز، الانتيتيز دي بيزيكلي الخواص اللي جوه كل جهاز اللي انت ممكن تستخدمه. فمثلا ممكن تبقى منزل الابلكيشن على تابلت او على تليفون، فهتلاقي البطاريه اذا انتيتي، تمام، وتقدر تعمل اوتوميشنز عن طريق الستيت بتاعت الانتيتي ديت. اوكي. اوكي. فده الفرق ما بين الديفايس والانتيتي. يعني يعني لو بص، هون هتلاقي مثلا. رحت على تليفونك مثلا، ايوه شفت باتري ليفل بتاع الموبايل اب والباتري ستيت تشارجنج ولا مش تشارجنج، هتلاقي فيه تفاصيل خواص بتاعه الجهاز. هناخدك بقى على هيلبرز، بعدين نبتدي نقعد نلعب شويه في الباقي. هيلبرز انت واضح ان انت سمعت الكلام وجمعتهم. 100%. كان بيسالنا يا جماعه برضو اللي هو اجمع اللايتس ازاي عن طريق الهيلبرز. اه هيلبرز دول من اجمد الحاجات اللي ممكن انا من وجهه نظري موجوده في هوم اسيستنت. يعني لو دوست على كريت هيلبرز بس عشان نشو كيس، ممكن تعمل
بutton helper. هو من اسمه helper يعني المفروض يساعدك. بيساعد. فيبقى عندك زرار، يعني انا عامل مثلا سويتش لو عندي ضيوف في البيت بشغله علشان اوتوميشنز بتاعت اللي هو يطفي النور بالليل الساعه 9 في وقت نوم الولاد اللي هو العادي بتاعنا ما تحصلش. فانت ممكن تحط هيلبر مثلا تو ستوب، ان هو يوقف شويه اوتوميشنز او يشغل اوتوميشنز. تمام. اوكي. يعني عندك بوتن، سويتش كومباين لو عايز تجمع كذا حاجه مع بعض. اوكي. هيلبر ممكن يعد لك certain incidents، يعني مثلا لو حاجه حصلت كذا مره الهيلبر دوت يتريجر اكشن يشغل حاجه تانية في البيت. من مميزاته العظيمه برضو ان هو بيشتغل همزه وصل ما بين هوم اسيستنت وما بين الجوجل هوم والالكسا. لان انت اي هيلبر بتعمله في حاجه اسمها انك بتكسبوز الهيلبر دوت. اول ما بتعمل اكسبوزنج للهيلبر دوت بيتقري بالفويس اسيست. بصير مثلا سينكرونايز مع الالكسا والجوجل هوم. بعد ما تخلص انت، بعد ما ناخد التور عندك هوريك انا عندي الهيلبر شغال ازاي في كل واحده من الاثنين. حلو. ده الهيلبرز. كده احنا خلصنا التاب بتاعت ايه؟ الديفايسز والسيتنجز. ارجع دوس على سيتنجز بقى تاني عشان نختصر الطريق. اوتوميشنز اند سينز، حبيبه قلبي دي بقى. حبيبي عايز تعمل ايه في الاوضه دلوقتي؟ نبتدي نجنن بعض بيه. انت عندك لمض في الاوضه صح؟ اللمض دي بتغير الوان RGB ولا عاديه؟ LED بتاعت الديسك هي مش هي بس محطوطه على بلاج. هي ويز الوان ولا عاده؟ بقول لك ايه يا كابتن، الفيلم ده قصه ولا مناظر؟ مناظر. كم منظر؟ 5 مناظر، 2 بقميص النوم و3 بعض. لا الوان. طيب خلينا نعمل حاجه لطيفه قوي. هخلي لك مثلا ان لو انت موبايلك في الشحن ووصل 90%. هو موبايلك كام دلوقتي؟ لا موبايلي هلا 5%، فهنعمل العكس. 5%. هنجرب حاجه لطيفه قوي. خش على كريت نيو اوتوميشن يا معلم. اوكي. يوجوالي انا ببتدي النيو اوتوميشن فروم سكراتش. فخش اللي هو على كريت نيو اوتوميشن من الاول خالص. التقسيمه بتاعتها very straightforward. when something happens then do كذا، ولو في شرط في النص هنغير الابروتش بتاعنا شويه. اوكي حلو. when دوس على الاد تريجر. التريجر ممكن يبقى ديفايس، ممكن يبقى انتيتي او خاصيه زي ما قلت لك، ممكن يبقى تايم اند لوكيشن. فخلينا نروح على ديفايس. اوكي. هيظهر لك لسه كل الديفايسز، بس هو احنا عايزين البطاريه تبقى هي التريجر. فالديفايس، فالبطاريه هي ديفايس ولا انتيتي؟ البطاريه انتيتي بالظبط. يبقى احنا دخلنا دخله غلط. دوس على الاكس. انا قصدت عشان اخليك تعرف ازاي تشيلها. هتفضل تفتح، لازم تدوس على ايوه اد تريجر. لا مش اد تريجر، دوس عليها. ايوه زي ما انت عشان تفتح الثلاث نقط اللي فوق على اليمين دول، كل ما تتزنق دول اللي بينجدوك. ماشي. تمام. دوس على ديليت حلو. ونبتدي بايه؟ بتريجر. اد تريجر. روح على انتيتي. السؤال بقى، انت عايز حاله ولا رقم؟ البطاريه احنا يوجوالي تبقى رقم. اوكي. يعني مثلا انا عايز التليفون وهو في الشحن، ده الستيت. النيوميريك ستيت از ذا اكتوال نمبر. فخلينا ندوس ايه؟ نيوميريك ستيت. روح بقى على انتيتي، اكتب باتري. شوف كل البطاريات اللي عندك. باتري ليفل بتاعت الجالكسي واتش ولا بتاعت الموبايل. حلو. دوس على باتري ليفل. ساعتها يقول لك سيبك من سيلكت انتيتي والاتريبيوت، فيكس نمبر. عايزها ما بين كام وكام؟ let's say مثلا above 3 و below 20. فالبطاريه لو تحت ال 20 وفوق الثلاثه اقفل بقى التريجر. احنا كده خلصنا التريجر. 4 لو عايز تحط لها وقت، ما تدوسش سيف لسه. اوكي. وسيبك من اند اف. هوري لك برضو دي، يعني بعد ما نخلص كده الاوتوميشن دوت هوريك انا بيرسونلي بستخدمها في ايه. then احنا عايزين ايه اللي يحصل؟ روح على اد اكشن واكتب لايت. تمام. لايت تيرن اون. اوكي. لايت تيرن اون اللي هي ثالث اوبشن. وهتنقي الديفايسز. نقي بقى اللمض اللي انت عايزها تنور. لا شوز الديفايس. الديفايس على طول. اوكي. فهتنقي اللي هم الويز. ايوه نقيهم هم الثلاثه. اوكي. ادفانسد اوبشنز. بس كده هينوروا. هو ليه مش مديني اوبشن؟ مش مشكله. انت يعني الفكره ان انت لما بتدوس على شوز ديفايس بتنقي اللايتس اللي المفروض تظهر عندك. اعتقد هي ليها علاقه بنوع اللايتس.
ما فيهاش يعني ما فيهاش الاوبشن او الانتجريشن نفسه مش ظابط. فانت بيزيكلي لو البطاريه وصلت للمرحله دي المفروض ينور، تدوس سيف يا معلم، تديها اسم وايه وديسكريبشن. اوكي اوكي سيف. سيف، دوس عليها من بره على الثلاث نقط اللي فوق دول. انت النور مش منور صح؟ النور منور. هلا ممكن ايش ارجع اطفيه صح؟ اوكي، روح على settings automations، روح على الثلاث نقط اللي على اليمين وروح على run actions. صارش حاجة؟ لا. روح على الاوتوميشن. على الاوتوميشن ممكن يكون من التليفون. غالبا يعني روح على الاوتوميشن، انت بخليه التليفون يعني بص على التليفون هنا وتشوف بطاريته ظاهرة كام في الهوم اسيست. احنا ممكن نروح هنا devices، اكتب التليفون. باتري ليفل مش ابديتد. 48. 48 ليه؟ لان انت من التليفون لازم تديله اكسس ان هو يابديت فريكوينتلي. من الهوم اسيستنت صح؟ من الاثنين، من الهوم غالبا الهوم اسيستنت اب. نعم. هلا عمل ابديت لما فتحت الاب. حلو، روح بقى كده run actions. على عروستي. ايه الاحباط ده؟ ليه بس؟ طب اقول لك على حاجه، امسح الاكشن دوت، سيبك من لايت تيرن اون. احنا ممكن روح 3 نقط جيبهم جهاز جهاز. اد اكشن ديفايس with light turn on. ايوه، خلينا نجرب في واحده بس، يعني دوس اكس وسيف وران اكشنز من ال3 نقط اللي فوق على اليمين. شفت؟ يبقى هي تيرن لايت اون عندك فيها مشكله، ما ممكن ينفعش يبقى زي مع بعض يعني. لا هي الاوبشن بتاع تيرن لايت اون في حوار. وكده نبقى خلصنا اول جزء من هوم اسيستنت من الصفر. سبسكرايب علشان ما يفوتكش الجزء الثاني، واشوفكم الاسبوع الجاي.